السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ السمك المقلي كله برق لي. طبعا مفيش حد في الدنيا ما بيحبش أكلة السمك أبدا. طبعا أكلة السمك دي كمان أساسيات في كل البيوت المصرية، خصوصا يوم الجمعة. دلوقتي احنا أول حاجة ابتدينا بيها اللي هي الحياء بتاع السمك أو التحديقة بتاعة السمك. دي كلمة أمهاتنا وجداتنا على فكرة. أنا حطيت هنا توم، وحطيت هرسة الشطة، يا رب تكوني فاكرة، وحطينا كمون وحطينا ملح وحطينا خل وعصرة ليمونتين. بصوا يا جماعة، السمك مفهوش افتكاسات، السمك كمون وملح تمام، وشطة وهريسة شطة. هنا وانا عملت التحديقة دي وسبتها تتركن، عملت بصلتين اخدوا اللون ده. حتى لو البصل اخد منك اللون ده وحطيت فيهم حتة تومة ما تتضايقيش. الرز الصياديه بيبقى حلو قوي وهو غامق. انا عن نفسي ولادي بيحبوا كده. لو انتي ولادك عكس ولادي فتحي البصله شويه. تمام. نزلت هنا بطماطم مقطعه ونزلت بفلفل كان حراق. انتي لو ولادك بيحبوش الحاجه الحراقه حطي فلفل الوان هو شكله. نزلت بجزرايه صغيره، حطيت هنا فلفل اسود، حطيت كزبره، حطيت كمون، حطيت ملح. تمام. دلوقتي جينا احنا نقصقص السمك. انا عن نفسي بالنسبه للسمك المقلي انا بحب الحجم ده. لو انتي بتحبي الحجم الاكبر تمام اوكي، مفيش ادنى مشكله. انا قصقصته. دي القصقصه بتاعته سهله جدا على فكره يا جماعه. وانتي بتقصقصي السمك خلي بالك، لو انتي مش متمكنه فيه او ممكن يعورك او يجرح ايدك، يبقى يستحب ان انتي تعمليه عند المحل، ان انتي تشتري وهو ينضفهولك. بس انا بالنسبه لي ما نضفتوش في المحل لاني حبيت ان انا اصوره معاكم وتشوفوه. تمام يا حبايبي. والله السمك ده كان جميل جدا، كان دسم يعني. ده لو كان اصلا السمك ده يعني اتشوى كان هيبقى طعمه حلو جدا. انا عاده يعني انا بجيب السمك وبقصقصه بره، وبعدين انا هنا مش لابسه جلافز او حاجه لاني ما كنتش عارفه املك ان انا اقصقص السمك. تمام. وبعدين انا بمجرد ما بقصقصه وبغسله غسله كويسه وبحط عليه ملح بعد الغسل، يعني بمجرد ما بغسله وبنضفه كويس، تمسكي حرف سكينه وتنضفي قلب السمكه من جوه كويس جدا. تمام. انا هنا مش بشيل اللي في ناس بتشيل، انا بحب اسيب السمكه الراس بتاعتها مقفوله كده، ما اقصقصهاش قوي. تمام. ليه؟ على اساس ان انت مش بتتقصقص قوي، على اساس ان الحشو ما يطلعش من قلب السمكه. تمام. بعد المرحله دي وغسلته كويس وقصقصته، انا بعمل ايه؟ برش عليه ملح وبعصر عليه ليمون وبركنه حوالي يعني ربع ساعه او ازيد. ايه بقى الفايده في ان انا عملت كده؟ ان جسم السمكه من بره بياخد الملح، فلما بتيجي بتحطي الخلطه اللي انت عملتيها جوه قلب السمكه والسمك شرب الملح بتاعه، بتلاقي السمكه طعم الملح فيها مظبوط جدا جدا. انتوا خدتوا بالكم؟ بصوا شايفين الاحمر ده؟ بتمسكي حرف سكينه كده وتروحي وتيجي عليه تحت الميه لحد ما بيطلع نهائي منه. تمام يا حبايبي. بصوا هو يعني لو انا بخاف برضو لو انتي مش متمكنه عشان ما تتجرحيش. تمام. بصوا انا حطيت هنا، انا حشيت السمكه. بصي احشي الراس بتاعتها كويس واحشي جسمها من جوه. تمام. لو السمكه بتاعك اكبر من الحجم بتاعي اديله شقوق، شق واحد في وشه وفي الظهر شق تاني. بس انا كان الحجم بتاعه كويس وسط، فما كانش محتاج ان انا مقلقه ان هو ما يستويش في القلي. تمام يا حبايبي. انا هنا حشيت الكميه كلها. طبعا احنا عملنا كده اللي هي ميه السمك، سوري ميه الرز، يعني كده ناقصه بس ان احنا ننزل بالرز. انا ليه يعني انا عملت الميه وركنتها على اساس انها لما اخلص يبقى يعني وانا بقلي السمك احط الرز على النار، يبقى الاكل مش محتاج يتسخن. تمام. خدتوا بالكم من الحركه دي؟ حطيت عملت شويه، بهرت الدقيق، حطيت شطه وحطيت كمون. تمام. وحطيت شعرة من الفلفل الاسمر، وقلبت كل الخليط ده كله على بعض وهحطه في كيسه. بلاش فكره ان انت تحطي السمك في طبق ده وتعفري الدنيا. بصوا حبايبي، انا بدرت كل السمك بدقيق. في ناس بتعمل خطوه بعد التبدير ده بتحطه في ميه ساقعه. بصوا انا قديمه وبحب استعمل الحاجات القديمه اللي اتربيت عليها في بيت العيله. بعد ما قصقصتي السمك هتغسلي ايديكي كويس جدا، وهتغسلي الرخامات بتاعتك، وهتغسلي الحوض، وهتغسليه بالخل وبالليمون، على اساس ان الخل والليمون بيسحب اي زفاره للسمك. تمام. وغير كده بقى بعد ما هتتغدي كمان هتنضفي المطبخ تاني وهتولعي بخور.
بصوا احنا هنا خلصنا الاكل بتاعنا وخلصنا الرز وعملنا بابا غنوج وعملنا سلطه خضراء. وانتي بتقلي بين كل قلي وقلي يا ريتك تنضفي الطاسه لو في اي بقايا وقعت منك، بحيث ان السمك ما يتحرقش منك. قلينا فلفل، عملنا سلطه بابا غنوج، عملنا سلطه خضراء. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.